جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الطبية من برنامج عطر الصباح. موضوعنا اليوم بيتحدث عن أمراض المناعة الذاتية. ما هي هذه الأمراض؟ كيف يمكن فهمها؟ للمزيد من المعلومات معنا الدكتورة آية جمال محمد، الأخصائية في أمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة الذاتية عبر الهاتف. معنا الدكتورة آية، يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. كثير الشكر لك دكتورة آية للانضمام معنا والحديث حول هذا المرض أو حول هذه الأمراض التي تشوبها الكثير من عدم التوضيح. يعني في كثير ناس ما بيفهموا شو المقصود بأمراض المناعة الذاتية، وهناك الكثير من الأخطاء الشائعة حول هذه الأمراض. نتحدث معك دكتورة بداية، كيف يمكن فهم المناعة الذاتية؟ ما هي آلية الحدوث لهذه الاضطرابات في الجسم؟ رح نحكي أول شيء بشكل مبسط عن وظيفة جهاز المناعة وكيف بتصير أمراض المناعة الذاتية. وظيفة جهاز المناعة بالحالة الطبيعية عند الإنسان الطبيعي هي التخلص من أي عامل غريب بفوت للجسم، سواء كان جراثيم، فيروسات، أي شيء غريب بيعمل جهاز المناعة على القضاء عليها، وبالتالي يحمي الجسم من العوامل الممرضة والغريبة. لحتى يقوم جهاز المناعة بهي المهمة، أول شيء لازم يعرف ويميز أعضاء الجسم نفسها وأنسجة الجسم نفسها لحتى يميزها عن العوامل الغريبة وما يهاجم حاله. في عنا خاصية اسمها التحمل المناعي. شو معنى هالخاصية؟ شو وظيفتها؟ هي من خلالها الجسم بيعرف أعضائه ما بيهاجم حاله بحاله، بس بيهاجم العدو والعوامل المؤذية. هي لما بيصير عندنا خلل بجهاز المناعة وفقدان لهي الخاصية المهمة اللي اسمها التحمل المناعي، بيصير الجسم ما بيميز أعضائه عن العدو، يعني ما بيميز الذات عن غير الذات. فبتتشكل بالجسم أضداد بتهاجم الجسم نفسه، وبتصير عنا الأمراض المناعة الذاتية المختلفة اللي هي في عنا كتير أمراض المناعة الذاتية اللي بنحكي عنها. نعم، إذا نتيجة وجود خلل في الجهاز المناعي الجسم بيهاجم نفسه بنفسه بدل ما يهاجم العدو أو الشيء الغريب اللي بيكون موجود. تماما دكتورة. ما هي أهم الأمراض الشائعة للمناعة الذاتية؟ هلأ الأمراض الشائعة بالمناعة الذاتية اللي لها علاقة بأمراض المفاصل كتيرة. هي الأشياء مثل الداء الرثياني أو الداء الروماتويدي، في عنا الذئبة الحمامية الجهازية، في عنا مجموعة أمراض اسمها اعتلالات المفاصل الفقارية مثل التهاب الفقار المقصد، التهاب المفاصل الصدافي اللي له علاقة بمرض الصدفية الجلدي، في عنا التهابات المفاصل اللي لها علاقة بأمراض الجهاز الهضمي مثل داء كرون، التهاب كولون القرحي، في عنا صلابة الجلد، في عنا داء جوغرين التهاب الجلد والعضلات، في عنا التهابات الأوعية اللي بتكون هي إلى عدة تصنيفات بتهاجم الأوعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، على رأسها داء بهجة، داء واغنر. يمكن في بعض هي الأسماء غريبة حتى يمكن العالم مو سمعانين فيها أول مرة. الحقيقة هي ما لها أمراض شائعة يعني. نعم، وهذا الشيء ممكن يكون في مسألة العلاج قد يكون هناك صعوبات دكتورة، ولكن أشرت لنقاط عدة توضح أنه هالاضطرابات ما بتهاجم جزء معين من الجسم، ممكن تهاجم أي جزء من الجسم. لما بيكون في خلل مناعي وين بيهاجم الجسم نفسه بشكل أكثر احتمالية؟ الجزء الأضعف، الجزء الأقرب؟ لا، ما يعني مو هيك الآلية بتكون حسب مثلا الخلل اللي صار، بتصير إصابة بأعضاء معينة، مو إنه حسب أي العضو الأضعف بالجسم، حسب المرض. مثلا في أمراض بتصيب المفاصل والجلد والكلية، أمراض تانية لا بتصيب المفاصل والجلد والعين والجهاز العصبي إلى آخره. يعني هاي الأمراض هي أمراض جهازية على الأغلب، يعني بتهاجم أكثر من عضو سوا، مو عضو واحد. مثل المفاصل. تفضلي. المفاصل الصغيرة والكبيرة. الجلد بيصير عنا طفح جلدي له أنواع كتيرة، هذا الطفح حسب المرض.
نعم. في بيهاجم الدم، ممكن يعمل فقر دم، نقصان بالخضاب، بيهاجم كريات البيض، نعم. ممكن يعمل نقص أو حتى ارتفاع بالكريات البيض، مم. بيصير عندنا نقص بالصفيحات، ممكن يهاجم الرئتين، يصير عندنا انصباب جم، مم. يهاجم القلب، يصير عندنا التهاب بالتامور، إصابة بالدسامات القلبية والشغاف، ممكن يهاجم الكليتين حسب المرض، مثلا يعمل التهاب كبد وكلية، مم. لحتى ممكن توصل لقصور كلوي. نعم. الجهاز العصبي ممكن كمان ينصاب، العين تعمل التهاب جفاف، نعم. يعني جفاف بالعين، التهاب عنبة، مم. وإلى آخره يعني. دكتورة، ما أسباب هذه الاضطرابات؟ تحدث نتيجة ماذا؟ هذا م- الخلل يكون أصلا ناتج م- عن ماذا؟ وهل هناك عوامل تمام. خطورة ممكن بالموضوع؟ م. هلأ هو ما في سبب واحد محدد لهي الأمراض، إنما هي مجموعة عوامل سوا. مهم. أهم عامل هو العامل الوراثي، الاستعداد الوراثي. في جينات معينة عند هذا الشخص بتخلي جهاز المناعة عنده أكثر عرضة للخلل، أكثر عرضة للأمراض. نعم. في العوامل الثانية البيئية، العوامل المحيطية من نعم. جراثيم معينة، فيروسات، التدخين، أها. نقص فيتامين د، التوتر المزمن، مهم. التعرض للشمس بمرض الذئبة بشكل خاص له علاقة بتحريض مرض الذئبة، التعرض للشمس. في عنا مهم. العوامل الهرمونية، مثلا نشوف الذئبة والروماتوئيد أشياء بكتير عند النساء وخصوصا بسن أها. الإنجاب، فهذا الشيء بيبرز دور الهرمونات الأنثوية ببعض الأمراض. إذن هناك عوامل قد تكون مسببات خارجية، وهناك مسببات ممكن تكون من الجسم بحد ذاته، مثل العامل الوراثي. تمام. في بدنا ننوه لشغله، انه مم. اذا في شخص ضمن العيله مصاب بمرض مناعي، هذا ما بيعني انه كل افراد العيله رح تنصاب بالمرض، نعم. بس انه هذا بس هذا الشخص انه هو مؤهب يصير عنده المرض المناعي اكثر من غيره. مهم. إذا اجتمع بالإضافة لهذا العامل مهم. الوراثي عوامل تانية محيطية مثل اللي ذكرناهم، مم. ممكن يصير هذا المرض عند الشخص. نعم. دكتورة، أشرت لمسألة أنه في أمراض تحدث عند النساء أكثر من الرجال، مم. وهناك مقولة أيضا تقول طبية أنه بشكل عام الأمراض أو اضطرابات المناعة الذاتية تكون شائعة عند النساء أكثر من الرجال، هل هذا صحيح؟ اضطرابات ما سمعت. اضطرابات المناعة الذاتية أو أمراض المناعة الذاتية يقال بأنها نعم. بشكل عام. الأغلب. تفضلي. الأغلب مثلا الذئبة مم. بتصيب تقريبا يعني بنسبة 11 ل1، يعني 11 نساء مقابل رجل واحد. الروماتوئيد تقريبا 6 نساء مقابل رجل واحد. نعم. في بعض أمراض التانية مثل داء بهجت لا بتكون إصابة الذكور أكثر، بس الأغلب الأمراض المناعة بتصيب النساء أكثر، إلا ببعض هيك أمراض معينة ممكن تصيب الذكور أكثر. لماذا يصاب البعض دون الآخر بهذه الأمراض دكتورة؟ ما فهمت السؤال. لماذا قد يصاب البعض دون آخر؟ يعني ممكن يكون في أشخاص بينصابوا التانيين ما بينصابوا. الاستعداد الوراثي هو أهم عامل. بتكون عند هذا الشخص جينات معينة، نعم. بتخليه عرضة لهي الأمراض أكثر من غيرها. طبعا العامل الوراثي لحاله ما كافي، بده يكون اجتماع العامل الوراثي مع عدة عوامل بيئية تانية، كنت رح أسأل الإنتانات، التدخين، نقص فيتامين د، التوتر، إلى آخره. يعني بيكون نتيجة تفاعل معقد، يعني أكثر من مسبب مع محفز للموضوع. تماما. تماما. دكتورة، هل هناك أعراض مشتركة ممكن نحن نختصرها بأعراض تشير لاضطرابات أو أمراض المناعة الذاتية؟ في هلا أشعل الأعراض بيكون في مثلا التعب المزمن، الوهن، آلام المفاصل، التهاب المفاصل. ممكن إذا صابت الجلد يصير عندنا طفح جلدي. الطفح الجلدي بيكون له أشكال عديدة حسب نوع المرض. إصابة الكلية، إصابة الدم، بيصير في فقر دم، إصابة الجهاز العصبي، الرئة إذا انصابت ممكن يصير عندنا ألم صدري، ضيق تنفس. إصابة العين ببعض الأمراض ممكن تنصاب. هي أهم الأعراض يعني اللي بتكون مشتركة تقريبا هي التعب والوهن العام، الآلام المفاصل، الأعراض الجلدية والدموية، فقر الدم. دكتورة، ممكن يكون أو تكون الوتيرة الزمنية للمرض أيضا عامل بيشير لمسألة الأعراض؟
كيف يعني؟ يعني مسألة إنه مدى سرعة ظهور المرض أو تفاعله مع مم. المحفزات، هذا الشيء أيضا ممكن يشير مم. لمسألة إنه هذا من أعراض اضطرابات المناعة. ممكن. هم. ممكن يعني في أمراض مثلا بتجي حادة، هم. في أمراض لا يعني بتطول مثلا ممكن شهور، يعني حسب هم. نوع المرض. هذا الشيء بيدفعني أسأل هذا السؤال دكتورة. يا ترى الجزء من الجسم اللي انصاب نتيجة الخلل المناعي، في حال إذا مم. ما كان في متابعة، ما كان في دراية، ممكن أنه التأثير ينتقل مم. لجزء آخر من الجسم. ممكن أنه الأنسجة اللي فيها المشكلة الوراثية، المشكلة المناعية، أنه تتلف الأنسجة. ايه اهم شيء الكشف المبكر، لهيك نحن بنحكي للمريض اذا صار او بنعمل هاي التوعيه، اذا صار اي عرض من هاي الاعراض مم. يزور الطبيب الاخصائي وبيفحص وبيعمل بالاستقصاءات المناسبه لحتى يشوف اذا في مرض معين، ما في مرض. مم. والعلاج المناسب والمبكر كتير مهم أها. لحتى يمنع الاختلاطات، إصابة الأعضاء الثانية، أها. خصوصا إصابة المفاصل. يعني إذا صارت بداء الروماتوئيدي مثلا بنحكي، إذا ما صار العلاج المناسب خلال أول سنتين، حتى أقل مثلا إذا كان المرض شديد أكثر ممكن خلال شهور يعمل عنا تشوهات، نعم. تشوهات أها. بالمفاصل. مهم. دكتورة، إذا كان ما هي أكثر الأمراض أو الحالات الطبية اللي لازم أو اللي بتستوجب إنه يكون في حذر إذا تداخلت هالحالة الصحية أو هالحالة المرضية مع وجود خلل مناعي، أمراض مهم. معينة مثلا؟ هلا ما في امراض معينه مثلا اذا موجوده عند الشخص بتخليه مرض المناعه عنده اشيع او مؤهب اكثر، الا اذا في مرض مناعي ثاني. مثلا المريض، آه. الشخص اللي عنده مرض بالمناعه مهم. مؤهب يصير عنده مرض مناعي ثاني اكثر من غيره. آها. مهم. 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 دكتور. او شخص بالعيله موجود عنده مم. مرض مناعي بيخلي افراد عيلته مؤهبين اكثر من الاشخاص العاديين. دكتورة، لما بينحكى عن مسألة الأمراض المناعة الذاتية، بينحكى أيضا مسألة السكري، أهمية الحذر، أمراض مم. الضغط. السكر في عنا، بس السكري النمط هم. الأول كمان له يعني له خلفية مناعية، بس هون ما أها. بيكون جهازي. يعني نعم. جهاز المناعة بيهاجم البنكرياس فقط، ما نعم. بيهاجم الأعضاء الثانية. هذا السكري النمط الأول معتمد على الأنسولين. نعم. دكتورة، أشرتي مم. للأعراض اللي ممكن تكون لا أمراض المناعة الذاتية، ولكن هناك تشابه بين هذه مم. الأعراض ومسببات أخرى أو أمراض أخرى في أعراض مشتركة. أنتم كأطباء كيف تميزون أنه هل أعراض لدى هذا الشخص هو أو هي أعراض ناتجة عن خلل مناعي؟ مم. تمام. هلا أهم شغلة هي القصة السريرية المفصلة، مم. يعني نسأل عن أعراض المريض كاملة. نعم. في ألم مفاصل، مع ألم المفاصل في تورم ولا لا، شو هي المفاصل المصابة، يعني كل شغلة من هدول مم. إلها دلالة معينة لمرض معين. بنشوف تأثير على الجهاز العصبي، على نعم. الرئتين، على الكليتين، على الجلد. مم. بس تتجمع الصورة كاملة، والفحص السريري المفصل مهم. تتكون تقريبا عنا عدة تشخيص تفريقية، بعدين نلجأ للتحاليل والاستقصاءات مهم. بتوضح معنا المرض النهائي. أها. ما هي الفحوصات أو طرق التشخيص يلي بتتبعونها عادة دكتورة؟ مم. هلا هي اهم شغله مم. مثل ما ذكرنا انه هي القصه السريريه والفحص السريري. لهيك يعني صعب كتير الواحد يشخص على الهاتف، على آه. الانترنت. لازم مم. يكون المريض موجود عند الطبيب. القصه السريريه المفصله والفحص السريري هو الاهم، بعدين نيجي للتحاليل. نعم. في عندنا تحاليل عامه، السي مم. بي سي مثلا نشوف مم. فيه فقر دم، في اصابه للكريات البيض للصفيحات، مم. سرعة التسفل مثلا نطلبه، السي ار بي، نعم. وظائف الكلية والكبد. هدول التحاليل العامة. التحاليل المناعية النوعية مهم. بتنطلب حسب التوجه، مثلا من مم. خلال الأعراض والفحص السريري لأي أمراض توجهت بطلب هاي التحاليل. في نعم. عنا مثلا أضداد ال ANA، مهم. أضداد الدبل ستريند دي ان اي، في نعم. الأنكا، في الار اي، في الانتي سي سي بي، وكثير تحاليل مناعية ثانية مهم. دكتور. حسب المرض يعني نعم، تنطلب. حسب المرض. وهنا سيكون وفقا للمرض يتم تحديد نوعية العلاج. تمام.
ما هي حسب المرض. أو أنواع أو أقسام العلاجات الموجودة دكتورة ضمن هالمجموعة من الاضطرابات، وكيف بتحددوا استراتيجية الدواء اللي لازم إنه يتبعها الشخص إذا كان عنده أي نوع من أمراض المناعة الذاتية؟ مم. عندنا خطوط علاجية كتيرة. في عنا مضادات الالتهاب لا ستيروئيدية، في عنا الستيروئيدات الكورتيزونات، في بجرعات معينة، في عنا أدوية مثبطة معدلة للمناعة مثل الميتوتريكسات، الأزاتيوبرين، ساكلوفوسفامايد، الهيدروكسيكلوروكين. في عنا أدوية حديثة اسمها الأدوية البيولوجية في أضداد TNF مثل السيمبونيل، هيوميرا، الريميكيد. في عنا الريتوكسيماب، الأكتيمرا. هاي الأدوية هي أدوية حديثة عدلت سير العديد من الأمراض مثل الداء الروماتويدي. صار باستخدام العلاج البيولوجي بالوقت المناسب صار بيحسن كتير من جودة حياة المريض. نعم، بيتم تحديد الدواء وفقا لتحديد الخلل المناعي الموجود لدى هذا الشخص واللي بيفرق عن شخص آخر، وبالتالي بيؤدي لتغيير نوعية الأدوية. دكتورة، هناك من سيسأل: هل يمكن الوقاية من اضطرابات المناعة الذاتية؟ وهل هناك شفاء من هذه المرض؟ لأنه مسألة الأدوية اللي أشرت إليها بتشير أنه الموضوع بيكون عبارة عن مثبطات ومسكنات للأعراض. تمام. هلا الشفاء النهائي ما في لمعظم الحالات. الهدف من العلاج بيكون انه نسيطر على المرض، نقلل من الهجمات، منع الاختلاطات، منع التدهور، إصابة الأعضاء الثانية، تخفيف الألم، تحسين جودة حياة المريض، إنه نحاول قدر الإمكان يعيش المريض حياة طبيعية. إذا التزم المريض بالعلاج المناسب وتشخص بشكل مبكر وعمل المتابعة الدورية الروتينية عن طبيب الأخصائي بشكل منتظم، بيعيش تقريبا حياة طبيعية. نعم دكتورة، في سياق لقائنا أشرت لمسألة أنه في ناس ممكن يصير معها خلل مناعي نتيجة الشمس أو نتيجة الجراثيم أو نتيجة الغبار. هنا يعني رح أسأل هالسؤال: يا ترى ما أهمية أسلوب الحياة الموجود لدى الشخص؟ بيأثر أسلوب الحياة، نوعية الأكل، نوعية العمل؟ تمام. هي يعني لا تمنع ظهور المرض بشكل نهائي، إنما هي الشغلات اللي بدي أحكيها هي بتعزز الصحة بشكل عام، بتحسن الصحة وبتقلل فرص الأمراض بشكل عام وفرص المناعة الذاتية بشكل خاص. يعني التغذية الصحية، الخضار، الفواكه، الأوميجا 3 نكتر منهم، نقلل من السكر، الأطعمة المصنعة، النوم الكافي، تخفيف التوتر، الرياضة، المشي. نعم، هدول كلهم ما بتمنع المرض بشكل نهائي بشكل كامل. نعم. بس هي يعني بتقلل فرص الأمراض، بتقلل مسألة أنه يصير حافز للمسبب وبالتالي ظهور الأعراض. تماما هيك. دكتورة، هل هناك أخطاء شائعة أو معلومات مغلوطة حول هذه الأمراض؟ لأنه مرات بنسمع لما حدا بيقول في عندك مرض مناعي مباشرة بينقال أنه معناته في نقص بالمناعة. هذا الشيء غلط ولا صح؟ صح. مرض المناعة، الأمراض المناعة الذاتية هو ما بيكون إنه في نقص بالمناعة، لا، في خلل بالمناعة. نعم. يعني بيصير الجسم بدل ما يهاجم العدو بيصير بيهاجم العدو الجسم نفسه. نعم. يعني في خلل بجهاز المناعة، مو إنه أكثر من إنه نقص بالمناعة. فرط، ممكن يكون فرط وليس نقص أيضا. دكتورة، كيف بتقيمي واقع العلاجات المناعية الموجودة عندنا بالمنطقة بشكل عام من خلال متابعاتكم الطبية؟ هلا الحقيقة في كتير من الأدوية ما لها موجودة عنا بالبلد سوريا يعني، ولسه بمنطقتنا يعني بشكل أكتر. يعني بتكون الأدوية يعني صعب نوفرها، غالية. أي نوعية من الأدوية دكتورة إذا فيك تحدث؟ أهم شيء الأدوية البيولوجية مثل أضداد TNF. عادة يقال إنه الأدوية البيولوجية هي غالية الثمن. غالية كتير هي الصراحة. نعم. أدوية البيولوجية بشكل خاص بتشيري إلها. هل هناك أدوية أخرى تحتاجها المنطقة لمرضى اضطرابات المناعة الذاتية؟ الأدوية المثبطات المناعة، الميتريكسات، الأزاتيوبرين، هيدروكسيكلوروكين، هدول كمان كتير نستخدمهم بأمراضنا، هدول موجودين يعني متوفرين.
نعم. أغلب المرضى بيأمنوهم من الصيدليات. نعم. بختام لقاءنا دكتورة، إذا بتحبي تضيفي أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، أو بتحبي تضيفي أي نصائح للأشخاص يلي عندهم أي مرض بتتعلق بالمناعة الذاتية؟ أهم شغلة إنه هي مراجعة الأخصائي بشكل مبكر، يعني المريض لاحظ على حاله أي من هاي الأعراض يراجع الأخصائي، ما يتعالج عن طريق الإنترنت ولا مثلا يروح يسأل الذكاء الاصطناعي، لأنه يعني هاي الشغلات بتعالج المعلومات، نعم. بتعالج العرض، ما بتعالج إنسان كامل. لازم المريض ينتبه، نعم. هاي أهم شغلة. ثانيا إذا ثبت إنه في مرض عند هذا الشخص، لازم الالتزام بالخطة العلاجية، مو إنه مثلا أخذ الدواء تحسن فترة وخلص يترك أدويته ويترك تحاليله، لا، احتمال المرض ينكس. نعم. أهم شيء الالتزام بالخطة العلاجية. وكمان أمراض المناعة في كتير عالم عندها يعني فكرة مغلوطة إنه خلص طالما صار مرض مناعي عند هذا الشخص ما عاد يعيش هذا الشخص بشكل طبيعي، ما عاد يشتغل، ما عاد يتزوج. لا، يعني هاي الشغلة ما لها صحيحة. صح، هي أمراض مزمنة بس ما للنهاية، يعني بالتشخيص المبكر بالعلاج المناسب بالمتابعة الدورية نعم. ممكن يعيش شخص بشكل طبيعي. أهم شيء المراقبة نعم. والالتزام. دكتورة، في ناس مرات لما بيسمعوا كلمة مزمنة بيفكر الموضوع بتتعلق بالشدة والحدة. المزمنة بتعني إنه مرض ممكن يكون موجود على سنوات أو ممكن يكون طول العمر، ولكن ليس بالضرورة إنه يكون مرض خطير على صحة الإنسان. تماما هيك، يعني ممكن تطول مع الشخص، يعيش مع الشخص عمره كله يعني. نعم. يعني ما لها علاقة بالشدة، ممكن تكون خفيفة يعني. مثل الحساسية دكتورة. تماما هيك. كتير أمراض تانية. كتير الشكر لك دكتورة آية جمال محمد، الأخصائية في أمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة الذاتية، كنتي معنا عبر الهاتف. شكرا لكل المعلومات القيمة يلي أعطيتينا إياها.